السلام عليكم. انا بتكلم النهارده على حظوظ الاهلي في الوصول من دوري المجموعات. مبدئيا كده صن داونز ضمن الصعود من دوري المجموعات. خلاص صن داونز اول فريق في المجموعه يضمن الصعود في حال خسارتين المباراتين صاعد. يعني الصن داونز لو اتغلب من الهلال واتغلب من القطن الكاميروني وصل، لان الاهلي لو كسب المباراتين وبقى معاه 10 نقط وصن داونز خسر ومعاه 10 نقط، المواجهات المباشره بين الاهلي وصن داونز، صن داونز يفرق بخمسه. بعيدة بعيدة بين الاتنين. طب هتقول لي ازاي صن داونز هيقابل الهلال؟ صن داونز على فكرة عشان تكون عارف قابل الهلال في ملعبه اللي انت اتغلبت فيه خمسة، غلب الهلال 1-0. صن داونز غلب الهلال في نفس الملعب 1-0. طيب صن داونز هيروح يلعب الهلال في السودان، اللي صعب حد بيكسب الهلال في السودان، يعني بالصعوبة جدا، وملوش هدف ان هو كده كده وصل. انا اكسبه ليه؟ او انا هموت اللعيبه ليه وانزل بالتشكيل الاساسي وانزل باللعيبه السوبر اللي عندي؟ يمكن حد يتصاب. طب ما انا العب انزل التشكيل الاحتياطي او اغير اللعيبه اللي عندي، العب الصف التاني. لو خسرت 1-0 برضه هبقى اول المجموعه. هتقول لي ازاي؟ لو هيلعب عشان يبقى اول المجموعه؟ لا، ما هو كده كده هيبقى اول المجموعه لو كسب القطن في ملعبه، بقى 13 نقطه. الهلال لسه هيلعب مع الاهلي في مصر. هل الاهلي هيسيب الهلال يكسبه في مصر؟ تبقى لو سبته يكسبه في مصر تبقى خيبه. خلي بالك الهلال لو كسب الصن داونز هيبقى معاه 12 نقطه وهيقف عندها في حاله ان الاهلي يرد خسارته ويكسب الهلال في مصر. لو الاهلي تعادل هيبقى معاه 13. فرق الاهداف بين صن داونز والهلال لصالح صن داونز، فالهلال هيبقى الاول في حاله واحده من الاثنين لو كسب الاهلي. يعني ما تقوليش صن داونز يكسب الهلال عشان يبقى الاول، لا، صن داونز ممكن يبقى الاول من غير ما يكسب الهلال ولا يتعادل مع الهلال. يعني ممكن يسيب له 3 نقط ويروح يكسب القطن اللي هيروح له جنوب افريقيا، كده يبقى معاه 13 نقطه وضمن يبقى الاول. وبقول للاهلاويه شكرا وداعا افريقيا. شكرا للبطوله العربيه اللي ما شاركش فيها عشان يريح لعيبته الافريقيا. الدوري منتهي وكسب الدوري يعتبر من بدري، يعني كلها كام ماتش والفرق التانية هيضيع منه ماتش ولا اتنين خلاص اخد الدوري. فريحوا اللعيبه بقى عشان المواسم الجايه لسه هتتلاحم، عشان ما تقولوش الارهاق واللعيبه والاجهاد. فانتوا كسبتوا البطوله الدوري المحببه ليكم السنه دي بعد غياب سنتين، وركزوا بقى في الدوري الافريقي السنه الجايه. 5.